السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نادية، مرحبا بكم كاملين فين ما كنتو. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وصفة جديدة، فيديو جديد. وصفتنا اليوم وصفة متميزة، وصفة رائعة، وصفة سهلة كتحضر في 10 دقائق. غنشارك معكم واحد البسكوي على شكل فقاص، ولكن ماشي بحال العذاب ديال الفقاص. كيجي رائع وكيجي لذيذ وكيجي مقرمش، وكيف قلت لكم سريع التحضير، يعني ما غادي ياخذ منكم لا وقت لا مجهود، وبدون دقيق ابيض، والنتيجه كتجي روعه. غير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش الوصفه تنجح معكم، والله يسهل عليكم ما صعاب ويحقق لكم كل ما كتمناو يا ربي في هذا النهار. ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم بلي لايك وتعليق وبارطاج. ودابا بلا ما نطول عليكم، بسم الله على بركه الله، غادي نبدا نحضر معكم الوصفه. عندي هنا 2 حبات ديال البيض اللي كيكونوا بالحراره ديال المطبخ. كيف كنقولها لكم دائما، الحويجات اللي كنخدموا بهم كيكونوا بالحراره ديال المطبخ. نص كاس ديال السكر، تقريبا واحد 60 ولا 65 غرام. وهنايا عندي واحد، اولا ديروا كاس الا ربع اللي كيبغي الحلاوه زايده، وانا الكاس اللي عبرت به نفس الكاس اللي كنعبر به دائما. وعندي قبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق. عندي واحد الساشي ديال السكر منسم بالزهر اولا السكر الفاني اللي بغيتو. صافي، وغناخذ طراب. انا غندير غير الطراب اليدوي، وغنطرب هاد العناصر مزيان حتى كينسجموا ليا مع بعض. ممكن اللي بغات دير طراب كهربائي راه ممكن، انا غادي نخدم غير بهذا. هنايا عندي الحبوب المنسمه، فيهم الزنجلان اولا السمسم، وفيهم النافع اولا الشامر، وفيهم حبه حلاوه. هاد المنسمات كيبقاو على حساب المتوفر اللي عندكم، وعلى حساب كل واحد والرغبه ديالو اللي كيبغي شي حاجه كيديرها. صافي، غادي نخلطهم. وهنا زدت شويه ديال الكاوكاو كونكاسي كان عندي تقريبا واحد 2 معالق، ولا ممكن تعوضوه باللوز، اولا ممكن تستغناو عليه كاع ما كانش، ماشي بالضروره. كيف كنقول لكم هاد المنسمات كتبقى اختياريه. هنا عندي كاس الا ربع ديال الزيت، الوزن ديالو تقريبا واحد 100 مليلتر. ديروه في الاول، انا راه كنت نسيتو حتى تلفت، عاد بالي راه باقي الزيت ما درتوش. ديروا مع البيض والسكر. كنخلط مزيان. وهنا غادي نجيب واحد 2 معالق كبار ديال النشا اولا المايزينا، هو اللي كيعطينا ديك الهشاشه لهاد الحلوى اولا البسكوي، لان ما غيكونش فيه الدقيق الابيض. وهنا عندي واحد الخماره ديال الحلويات البيكين باودر ديال 7 غرام. ملي كنديروا النشا اولا المايزينا كنخلطو غير بشويه، يعني اللي كنعرفوا النشا راه كيكون خفيف. الا خلطنا بجد يعني كاع غادي يطلع لكم سطح العامل. صافي كنخلطو. وبالنسبه اللي ما بغاش يدير الدقيق القمح الكامل، او بغى يدير الدقيق العادي ديال الحلويات، راه ممكن. هنا ضفت الكاس الاول ديال الدقيق القمح الكامل، ودائما الكاس اللي كنعبر به هو اللي كنعبر به دائما. درت الكاس الاول وخلطت، وزدت الكاس الثاني. غادا نبدا نضيف فيه تدريجيا، يعني خصوصا المبتدئين الدقيق بداو كتضيفوه تدريجيا، ما ديروش الدقيق دقه واحده. درت 2 كؤوس دابا بالعبار ديال الكاس ديال العنبه ديال الدقيق القمح الكامل اللي كنحيدوا ليه النخاله ديالو ديك الغليظه. وكنبدا نضيف الثالث تدريجيا. وبالنسبه للكميه ديال الدقيق، الا درتو الدقيق الابيض عفوا ديال الحلويات، راه غتهز لكم اكثر من هاد الدقيق القمح الكامل. هاد القمح الكامل كنعرفوه دغيا كيشرب لنا السوائل، ماشي بحال الدقيق الابيض. المهم كنبقى نضيف الدقيق. والعجينه خاصنا نحصلوا على واحد العجينه نوريكم القوام ديالها، كتكون مرخوفه. غير هي ما ديركوش العجين، حاولوا غير تجمعوها غير بالاطراف ديال الاصابع، لان بقيتو تدركوا فيها يعني كاع دوك الدهون اللي فيها كتخرج يعني، وكتولي بحال مزيته. ما تدلكوهاش، غير جمعوها. تقريبا هزت ليا 3 الكؤوس. وكيف قلت لكم الا درتو الدقيق الابيض راه ممكن غتهز لكم اكثر، لان الدقيق الابيض كنعرفوه كيكون خفيف. هنا جبت هاد الكريسه وضعتها فوق الورق ديال الطبخ، وكنجيبو الدلاك وغادي نبسطها عفوا على شكل مستطيل. بالنسبه لهاد الطريقه يعني بسطوا نتوما كيف ما بغيتو تبسطوا على شكل دائري بحال الخبزه راه ممكن. غير هو ملي تبسطوها يعني ما ترقوهاش، ضروري خاصها تبقى غليظه شويه. يعني نتوما راه غنوريكم السمك. كنقاد وكنبسط، يعني كنبسط وكنقاد على شكل مستطيل. وهنايا كنجيبوا شي حاجه بحال هكا ولا ملعقه ولا اللي كان، غير باش كنقادوا ليه داك الشكل ديالو يجي في المنظر ديالو مزيون. وما كنحاولوا كندوزوا داك الدلاك باش ما يبقاوش عندنا دوك لي طراس ديال الاصابع. صافي كنهزو كنحطوه فوق اللاطه اللي غادا تدخل الفرن. وهنايا غادي ندوز باش غادي نقطعوه. وبالنسبه للتقطاع كذلك كيبقى اختياري، قطعوه على الشكل اللي بغيتو نتوما، ماشي بالضروره هاد الشكل. صافي كنقطع بحال هكا على 3، وكنبدا نقطع هاد سميتو على هاد الحاشيات.
على شكل مائل، يعني على شكل فقاس، ما يكونوش غلاط ثاني بزاف. واللي بغاهم غلاط راه ممكن كنقطعوهم بحال هكا، يعني كنستمر مع هذا المستطيل حتى غادي نقطعو كله بحال هكا بنفس الطريقه. وانتم كيف قلت لكم قطعوا على حساب الرغبه ديالكم. صافي غنستمر نقطعو ونرجع معكم. صافي ملي كنقطعو كناخذوا اصفر بيضاء وكنضيفوا ليه شويه ديال القهوه سريعه الذوبان غير باش كتعطينا اللون. ممكن ما ديروش قهوه سريعه الذوبان وكديروا قطرات ديال الخل. صافي غادي ندهن هاد البسكوي ديالي كامل، وفي هاد الاثناء كتكونوا مشعلين الفرن عفوا. لا بالنسبه للفرن ديال الضو ولا بالنسبه للفرن ديال الغازي، غير هو النار خاصها تكون متوسطه، ما يكونش النار مجهده عليه باش ما يتحرقش لكم، لان راه عفوا ما كياخذش ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه. اما الا خليتوه اكثر يعني كينشف وكيشرب وكيجيكم يعني ماشي. الوصفه هي هذيك، حاولوا من 10 حتى ل 15 دقيقه الماكسيموم ديالو. صافي ملي دهنتو كنشكلو بحال هكا، ندير ليه بحال هكا بالفورشيط دوك الشريطات، يعني بحال كيجي بحال شكل الفقاس. دابا غادي ندخلو الفران. بالنسبه للفرن ديال الضوء غير ما غنحطوش مباشره على النار، كنديرو في واحد الدرجه الاولى، كنخليه حتى كيطيب ويتحمر وغادي نخرجو. ونفس الطريقه عملوها الفرن ديال الغاز، يطيب من التحت وشعلوا عليه يتحمر من الفوق مباشره. كي كتخرجوه كنحيد مباشره عفوا، كي كتخرجوه كنقطعوه بحال نعاودو نقطعوه باش دغيا يتقطع لينا، لانه كيكون باقي هشيش. لانه كنخرجوه من الفوق، حاولوا معاه باش ما يتكسرش لكم لانه كيكون هشيش بزاف. غير باش كنديروا ليه هذه الطريقه باش ملي كنبغيو نقطعوهم يعني كيجيونا ساهلين. وراه اصلا هو راه ساهل، غير دير واحد السكين اللي كيكون حاد باش ما يتكسر لكم ما حتى شي حاجه، لانه كيكون هشيش. غير حاولوا معاه، ولكن الا كان السكين حاد راه دغيا كتقطعوه. هانتوما شوفوا تبارك الله، هانتوما صافي غادي نرجعو دابا للفران. تقريبا غادي نخليه غير واحد 5 دقائق، غير كيتحمر ليا من الجهتين. صافي وغادي نخرجو ونرجع معكم ونوريكم الشكل النهائي ديالو كيف جا. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البسكوي ديالنا، كيجي رائع ولذيذ لذيذ، ما تشبعوش منه، كيجي مقرمش ومنسم. شوفوا تبارك الله، وكتجي فيه واحد بحال مرمل، شي حاجه اللي اكثر من رائعه. وكيشتو راه ساهل وسريع التحضير، وكيجي هشيش في كيذوب في الفم. كيجي انكم كتحسوا بديك القرمشه في الاول، ولكن غير كتبداو تاكلوا فيه يعني كتحسوا به هشيش ومقرمش في نفس الوقت. شوفوا تبارك الله، شي حاجه اللي اكثر من رائعه وسهله وسريعه في التحضير، ما تاخذ منكم لا وقت لا مجهود. كنتمنى هذه الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها، لان فعلا غادي تعجبكم بزاف وحسن من الفقاس. يعني نبقاو نتسناو ونبيتو حتى الغد وعاد نقطعو، هذا راه ساهل ماهل. والله يسهل عليكم ويحقق لكم كل ما كتمنوا. وما تنساونيش من التشجيعات ديالكم بلي لايك وتعليق وبارطاج.